قالوا لي عاودي لنا الوصفة، كل مرة نديرها تتخطف من البنة، ما تلحقش تبرد. وصفة تاع اللوبيا ماشطو اللي وليت نديرها كل جمعة من كثرة ما يحبوها، بنينة خفيفة وتجي دايما هايلة. وش راكم؟ مش تكونوا بخير، تكونوا لاباس؟ اليوم جبت لكم وصفة يحبها الصغير قبل الكبير. جهزوا الخبز وحضروا روحتكم، نخليكم مع الطريقة خطوة بخطوة. كيما شفتوا معايا اللوبيا ماشطو، انا هنا كنت فورتها خياتي، درت لها شي فلك شوية تاع الملح، ومن بعد ما قصيتها ونقيتها فورتها، درت شو معايا يعني مع الاخر، من بعد نحكمها يعني نصوطيها فوالا. ومن جهه اخرى انا حكمت عندي قدره تاعي، درت لها شويه تاع الزيت، وحكم الدجاج يعني كنت يعني قيدو شويه في الدجاج كي دارك تحميره خفيفه. ومن بعد انا حكمت حبه بصل يعني تكون متوسطه شويه، يعني كنت قصيتها انا كنت في الاشوار، يعني كنت درت داخل الاشوار، كنت قطعتها هكا كما راكم تشوفوا هنا رقاق كيما حبيتوا نتوما قطعوا في الاشوار ولا كيما حبيتوا انتوما. ومن بعد هنا درت لها حوالي 3 سينات ديال الثوم. ومن بعد بالنسبه لي زيبيس هنا مرقه حمراء، ندير لها هنايا فلفل كحل، وعندي هنا فلفل احمر، ونزيد نضيف لها التوابل تاع الشاورما. على بالي تقولوا ما تصدقوش البنات، غير ديروها يزيد لكم يعني الوصفه تاعكم تاع اللوبيا ماشي يمدلو بنه على بنه. واللي ما عندوش يعني معليش، بصح هاد الشاورما البنات كي ديروا التوابل تاع الشاورما تجيكم لوبيا الماشطه تاعكم تجيكم بزاف بزاف بنينه. وكون ضفت لها هنا شويه تاع الملح، ونبقى يعني هكا نحرك كيما راكم تشوفوا هنايا. قلت لكم انا حكمت الزيت يعني في القدره تاعي، يعني بات ما سخنت لي. حكمت الدجاج تاعي يعني كنت ديت ديك التحميره شويه خفيفه، وحبه بصل متوسطه كنت قطعتها في الاشوار البنات. وبالنسبه لي زي بيس في الكحل الفلفل الاحمر، واللي كان تقدروا يعني راس الحانوت. وقلت لكم درت لها يعني التابل اللي يعني نزيد له بنه على بنه، هي تاول تاع الشاورما تجي بزاف بزاف مليحه. والملح طبعا. ومن بعد هنا عندي مغرفه صغيره ديال يعني طوماطيش تاع الباطا، نخلطهم هكا مليح مليح. البنات يعني نقول لكم ونعاود لكم، يعني الوصفه تاعكم يعني باش تجيكم بنين اي حاجه، يعني ما تزربوش يعني الماكله تاعكم، ديروها على نار قليله وخليوها طيب في عقلها. هذه هي فوالا. ومن بعد هنا باش درت الملح كيما راكم تشوفوا هنايا. كيما قلت لكم هاد الوصفه تجي بزاف بزاف مليحه، صدقوني البنات تجي روعه روعه ادمان. جربوها برك وردوا لي بالخبر. هذه هي. ومن بعد هنا واش نزيد نضيف لها، هنا حكمت تاني جوج حبات طوماطيش، كنت ربيتهم كيما راكم تشوفوا هنايا. وهنايا انا يعني نخلط كلشي مع بعض، يعني نخلط كلشي مع بعض كيما راكم تشوفوا هنايا، ندخلهم كامل. البنات صدقوني كي ديروا، قلت لكم ونعاود لكم، كي ديروا التابل تاع الشاورما تجيكم لوبيا المشروع تاعكم تجيكم واحد البنه. جربوها البنات، غير جربوها وردوا لي بالخبر. والله انا كل ما نديرها البنات حتى ولادي صغار يعني ما يحبوش لوبيا ماشو، كي نديرها بهذه الطريقه هذه يعني درتها انا معكم تجي بنه على بنه. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا بعد ما تقلى لي كلش، يعني البصل طوماط تاع الباطا كنت درت طوماط تاع الحب، تقلى لي كلش كيما كشتو هنايا. دوك هنا نضيف لها ماء سخون من الفوق فوالا كيما راكم تشوفوا، ونخلي يعني الدجاج تاعي يطيب. وهنا بعد ما طاب لي الدجاج، وهنا كانت جمرت لي المرقه تاعي. شوفوا هنا خياتي، هنا لوبيا مشويه قبل ما نديرها في المرقه، يعني كانت عملت راني نسجل وما سجلتش كامل. المهم يعني حكموا المقله تاعكم، ديروا شويه فيها تاع الزيت ولا شويه تاع الزبده يعني اللي متوفر عندكم في الدار. المهم صوتيوها البنات، صوتيوها قبل ما ديروها داخل المرقه تاعكم، تجيكم واحد البنه ما تصدقوش، تجيكم بزاف بزاف هايله. هاد الطريقه هذه يعني تحكموا تفوروا اللوبيا مشروع تاعكم، ديروا شويه تاع الملح، ومن بعد تحكموها تصوتيوها يعني في المقله تاعكم، تجيكم بنه هبال. يعني البنات غير جربوا هذه الوصفه كما قلت لكم انا من الاول للاخر. ديروا التابل تاع الشاورما وتبعوا هذه الطريقه، فوروا يعني اللوبيا مشروع تاعكم، ومن بعد حكموها صوتيوها ديروا المقله شويه تاع الزيت ولا زبده يعني كيف كيف، وصوتيوها وديروها داخل المريقه ديالكم تجيكم بزاف بزاف هايله. فوالا هنايا يعني بعد ما درتها واش ندير، نغطي عليها شويه. ومن بعد من جهه اخرى انا واش ندير هنا خيار، نزدت لها فلفل دريس، نحي الدجاج تاعي من المرقه يعني كنت طابلي. ومن بعد نحكم المقله ولا ديروا داخل الكوشه يعني كيف كيف، ديروا ديك الحميره كما راكم تشوفوا هنا حمروا شويه، ومن بعد ردوا المرقه ديالكم كما شفتوا معايا. تبعوا الطريقه خطوه بخطوه. كنت لوبيا ماشطو، يعني كنت درت لها شويه فلفل الكحل شويه تاع الملح، ومن بعد صوتيتها في المقله يعني شويه تاع الزيت ولا الزبده يعني كيف كيف. والسر الكبير اللي يعني في التابل تاع الشاورما، صدقوني البنات تجي بنه على بنه، خلى الطابع تاع الوصفه مختلف يعني مميز. كل مره نطيبها صدقوني يعني الدار كامل يطلبوها مني نعاودها، ما تلحقش تبرد وتروح في لحظات. وصفه ناجحه بكل مقاييس، ومقادير تاعها بسيطه كما شفتوها معايا، لكن النتيجه روعه روعه. اذا جربتوها قولوا لي رايكم تحت في التعليقات، وبارطاجيو معايا يعني محبباتكم باش الكل يستفاد. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا تفعلوا يعني الجرس باش يوصلكم كل جديد. راني نوجد لكم ان شاء الله وصفات اقتصاديه بنينه وسهله تفرح كل دار جزائريه. خليكم معايا الخير القدام وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم كتر وكتر. سلام.